أول ما بشخص المريض بروماتويد، بالذات لو سيدة أو ذئبة حمراء أو تيبس فقاري، بالذات لو شاب لسه صغير في السن، بيجيله حالة من السخط الغريب. النهاردة أنا جاي أكلمكم على حاجة تقلل جدا من السخط عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى وقت الابتلاء. هكلمكم على الشكر عند المرض. أهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. الشيطان مش عايزنا نبقى شاكرين، وتوعدنا في سورة الأعراف وقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نكون شاكرين، والآية الكريمة في سورة آل عمران بتقول: وسيجزي الله الشاكرين. عايز تسمع كلام الشيطان ولا عايز تسمع كلام رب العالمين؟ طب ليه الشكر مهم؟ ببساطة، طول ما احنا في غفلة وشايفين الابتلاء بس وشايفين الحاجة اللي ناقصانا، اللي في الحالة دي بتبقى الصحة، واقعد اقلب بقى الدنيا هيحصل فيها ايه في المستقبل، ومرضي ده هيعمل فيا 1 و2 و3، والام تعيط على عيالها والشاب يعيط على مستقبله، بننسى النعم اللي في ايدينا. واول ما ننسى النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها علينا، على طول يتملي قلبنا بالسخط والشك في حكمة الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى حسمها في آية كريمة في سورة النساء وقال لنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اشكروا، افتكروا النعم وقت الابتلاء، قولي الحمد لله في السراء والضراء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إذا أعطي شكر وإذا منع صبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ودمتم سالمين.